مريضنا اليوم يعاني من حالة معقدة، التهاب بطانة القلب ما يؤدي إلى تكون فد أنسجة هي بنفس الوقت تتلف صمامات القلب، لكن الخطر الأهم هو أنه تبدي تطلع خثرات من هذا المنطقة الملوثة. هذه الخثرات ممكن تروح إلى أي شريان بالجسم، للدماغ، للشرايين الأعضاء الداخلية أو لشرايين الأطراف. اللي صار هو أنه جزء من هاي الخثر انتقلت إلى الطرف السفلي أسفل. اضطرينا أنه نسوي له عملية رفع الخثر هذه من الشريان الفخذي. الحمد لله أنه رجع جريان الدم للطرف هذا، لكن بعد احنا أتصور راح نحتاج إلى مرحلة ثانية. الغريب بالموضوع هو أنه عمره 14 سنة فقط، هذا يخلي تعقيدات إضافية علينا بالشغل، لكن الحمد لله المرحلة الأولى خلصت بالنجاح والحمد لله.